كلامها دايما فاضح وإشاراتها في الفيديوهات دايما مثيرة. البلوجر هدير عبد الرازق أو فتاة الملابس الداخلية زي ما الناس بتقول عليها على الفيسبوك. هدير عبد الرازق بلوجر مصرية خرجت علينا فجأة وهي كل محتواها عبارة عن الملابس الداخلية اللي بتعرضها للناس وتتكلم عنها وعن حلاوتها. ده غير فيديو مشهور كانت طلعت مع أخوها وكل حاجة باينة فيه وطلعت ترند فترة كبيرة. طب هدير اختفت الفترة اللي فاتت ورجعت تاني، يا ترى كانت فين؟ وايه سبب الاختفاء ده؟ وليه انفصلت عن جوزها العجوز؟ يلا بينا نحكي لكم كل حاجة عن هدير عبد الرازق بالتفصيل. هدير عبد الرازق بلوجر شهيرة بتطلع لايف تقول اي كلام في اي كلام، المهم انها تكون فول ميك اب ولابسة هدوم شفتشي. هدير وصل بيها الحال انها تطلع وتقلع هدومها وهي لايف مع متابعيها وعملت بلاوي تانية كتير. هدير كانت كل ما تلاقي نفسها فاضية تطلع لايف مع متابعيها وتقعد تتكلم في كل حاجة بشكل فاضح وكلام خارج. دي وصلت انها تعرض الهدوم الداخلية للستات في اللايف وتقول ده يتلبس فين وامتى وازاي وغيره وغيره. هدير كانت ليل ونهار تتكلم في العلاقة الزوجية وتنصح الراجل والست، وده اللي تسبب في غضب الجمهور وسألوها طب طالما انتي فاهمة قوي في كل حاجة كده اتطلقتي ليه؟ هدير رغم ان سنها صغير الا انها اتجوزت راجل عجوز 50 صاحب نايت كلاب ومتجوز 3 مرات. وفي يوم من الايام قررت البلوجر هدير عبد الرازق انها تفضح جوزها ومراتاته وتكشف المستور. هدير كانت كل ما تنزل فيديو في واحدة كانت تدخل تشتمها وتنتقدها، فهدير قالت ما بدهاش بقى عليا وعلى اعدائي، وطلعت لايف قدام كل الناس وقالت انا عارفه ومتاكده ان مرات طليقي هي اللي دخلت وكتبت لي التعليق ده على اللايف بتاعي. عارفين شغل ضربني وبكى وسبقني واشتكى، شغل صهاينه بالظبط. راحت قالت لطليقي حاجات خليته اتصل بيا الفجر بيردح لي زي العاهرات بالظبط، وقالت كمان دخل يكلمني باسلوب قذر وانا كل اللي قلته له بدل ما تسمع من طرف واحد قول لمراتك الحلوه عيب بدل ما تعمل اكونتات فيك وتقعد تقل في ادبها وتشتمني. وقال لي هي ما بتعملش اكونتات فيك ولا بتتابعك اصلا. ومش بس كده، قالت كمان انا لما دورت وجبت لوكيشن الاكونت اللي بيبعت لي الرسائل دي لقيته بيته في شارع العريش وفي نفس العماره ونفس الشارع، ناقص يجيب لي رقم الشقه. ودخلت هدير في نوبه عياط وانهارت في اللايف وقالت انا مش هسكت على حقي تاني وما بيننا المحاكم، يكفي اني اتحملت 2 سنين قطعت اهلي واخواتي علشانك، رغم ان من الكلام اللي كان بيتقال عنك كنت بتكسف اقول اني على ذمتك من قذارتك. وقالت عمرك ما كنت راجل، كنت بتردح زي الشراشيح بتوع الحلمية، ما كنتش تسوى ربع جنيه في سوق الرجالة لحد ما اتجوزتك. ممكن اوري الناس كل حاجة واعرفهم انت بتعمل ايه، وكنت بتسيبني في العربية في ميدان عابدين وتعمل ايه. انا شفت معاك الكحرطة والفقر ومش فارق معايا لو طلعت تتكلم عليا. وكشفت بقى سر الأول مرة وقالت كفاية العلاج النفسي اللي اتعالجت بسببك لمدة 1.5 سنة كاملة، غير السواد والأسحار والأعمال اللي كنت بتعملها، ومش هطلع واتكلم إلا وأنا على حق وعلى أرض ثابتة. وختمت الفيديو وقالت معايا فيديوهات وصور وفضايح وهعرف الناس كلها أصلك إيه. إحنا كنا عايشين على السلف في الوقت ده وشغلي هو اللي وقفنا على رجلنا تاني. ده انت كنت خاطبني بدبلة ب2000 جنيه يا معفن. وبعد مشاكل كتير اتطلقت البلوجر هدير عبد الرازق وبقت بتطلع لايفات اكتر وبقت جريئة اكتر واكتر، وده اللي سبب لها مشاكل كتير قوي وبلاغات كتير اتقدمت ضدها ووصلت لدرجة اتهامها بالدعارة الالكترونية وانها بتعمل محتوى اباحي ما ينفعش عرضه. هدير عبد الرازق كان المهم عندها تلم فولورز وتجمع مشاهدات وتكسب فلوس، بس بعد البلاغات اللي اتقدمت ضدها لمت الموضوع خالص وما بقتش بتظهر كتير زي الاول. وفي نهاية الفيديو تفتكروا هل ممكن يتم منع اي فيديو فيه محتوى خارج؟ وامتى ممكن يحصل ده؟